ضيوفي حيث ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي الرياضي رجائي فتحي. أهلا وسهلا كابتن رجائي. أهلا بك كابتن أحمد. وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا من عمان الناقد والمحلل الرياضي طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة. البداية ستكون من عندك كابتن رجائي. المنتخب الأردني قدم مباراة وصفتها بعض وسائل الإعلام أنها مميزة، لكن الفريق فشل في إحراز الفوز. أنا نقدر نقول الفريق لم يحالفه التوفيق في المباراة. الحقيقة يمكن لو أنت قعدت تبص أو تشاهد الهدف اللي سجله المنتخب الأردني، هدف عالمي، علوان شات كورة زي البلياردو، كأنه بيلعب بلياردو من مسافة ليست قريبة من المرمى، لكن الدقة في التسديد وشكل الهدف هدف جميل، وعشان كده اللاعب فاز بأفضل لاعب في المباراة. منتخب الأردن أول مرة يشارك في المونديال، تجربة أولى للاعبين، معظمهم من اللاعبين المحليين في الدوري الأردني، خبرات قليلة عند بعض اللاعبين، ما نقدرش نحملهم أكتر مما حدث في المباراة. صحيح كان بالإمكان أفضل مما كان، أخطاء فردية تسببت في هذه الخسارة، لكن في النهاية نتيجة جيدة يبني عليها المنتخب الأردني في مباراتيه المقبلتين. نعم. صحيح أكثر صعوبة أمام الجزائر ثم أمام منتخب الأرجنتين الرهيب، لكن في النهاية هي مشاركة مونديالية أولى جيدة ومقبولة من المنتخب الأردني. لماذا خسر الأردن إذا كان قدم مباراة جيدة وسيطر على اللعب في كثير من مراحل اللقاء؟ فارق الخبرات وفارق الامكانيات، في فارق كبير في خبرات اللاعبين، في فارق في المشاركات حتى الدوليه بالنسبه للاعبي الاردن لاعبي منتخب النمسا، ايضا في فارق في التجهيزات للبطوله نفسها وجوده اللاعبين. انا مش بقلل من امكانيه اللاعب الاردني، لكن شوف مثلا موسى التعماري لما راح الدوري الفرنسي مستواه بقى ازاي، شوف لاعب زي علي علوان بيقدم بشكل ازاي، شوف العديد من اللاعبين اللي موجوده في الاردن، شوف لو كان موجود يزن النعماد كان الأداء الهجوم هيفرق بشكل كبير. الأخطاء الفردية لكن بصفة عامة ظهر منتخب الأردن بترابط كبير بين الخطوط، ما شفناش جاب بين الخطوط الثلاثة، شفنا بس بعض الأخطاء. عملية انهاء الهجمة بصورة صحيحة أثر كتير على المنتخب الأردني، كان ممكن يسجل بعد الهدف، كان ممكن يسجل هدف تاني وثالث يخرج بنتيجة إيجابية من المباراة، لكن في كرة القدم عندما لا تسجل تعاقبك الكرة. ممكن كابتن رجائي هناك نقطة مثيرة للاهتمام وملفتة للنظر. يوم الأمس كان هناك مباريات شهدت تألق كبير لحراس المرمى، شاهدنا تألق الحارس السعودي محمد العويس، شاهدنا تألق الحارس الرأس الأخضر فوسيبيا، لكن بمباريات اليوم مباريات المنتخبات العربية يعني كان هجوم كبير على جلال حسن حارس المنتخب العراقي، على يزيد أبو ليلى حارس المنتخب الأردني. يعني برأيك إلى أي مدى يفيد، حتى لو كزيدان تلقى اعتراضات وانتقادات كثيرة، إلى أي مدى الحارس يساهم في رفع مستوى الفريق وفي حصول الفريق على النقاط وتحقيق نتائج جيدة؟ هناك مقولة تقول أن حارس المرمى هو نصف الفريق، هذه المقولة صحيحة بنسبة 100%. عندما يكون لديك حارس جيد يستطيع أن يشيل الفريق بلغة الكورة، يقدر يشيل الفريق في الأوقات المهاجمين بيبذلوا مجهود كبير علشان يقدروا يسجلوا. يعني لو شفت حتى تقييم الحراس الثلاثة اللي حضرتك ذكرتهم، لوكا زيدان كان 5.8، حارس الأردن 4 و5، حارس العراق 4.4، أقل تقييم بالنسبة للمونديال بعد حارس منتخب كرواسا اللي خد 4.2. نعم. ايه السبب في الموضوع ده؟ من وجهة نظري عدم وجود منافسة من حراس آخرين. نعم. لو شاهدت مثلا منتخب مصر على سبيل المثال، لم يكن أحد يتوقع أن مصطفى الشوبير هيكون الحارس الأساسي، معروف الحارس الأساسي محمد الشناوي. نعم. نعم. منتخب السعودي الترشيحات كلها كانت بتقول أن نواف العقيدي هو اللي هيكون الحارس، شفنا العويس هو الحارس. نعم. منتخب الجزائر الحارس زيدان. نعم. كلنا عارفين ان زيدان هو الحارس، نفس الكلام لمنتخب الأردن، نفس الكلام. يستعد لخوض مباراته الأولى في البطولة، منتخب مرشح لإحراز اللقب، لكن منذ أيام إيزيبيو حتى جيل لويس فيغو وحتى رونالدو في عز ظهوره الفريق فشل في الحصول على لقب المونديال. هل هي فرصة أخيرة؟ هل يستطيع المنتخب البرتغالي فعليا إحراز لقب البطولة هذا الموسم؟ البطولة الوحيدة المنتخب البرتغال يتطلع للفوز بها.
الحقيقة هو مؤهل انه ينافس على الفوز بالبطولة. لو انت شاهدت تشكيلة البرتغال فيها احسن وافضل اللاعبين على مستوى العالم. لو جينا للخط الامامي هتلاقي برناردو سيلفا مانشستر سيتي، دلوقتي هو راح ريال مدريد الاسباني. هتلاقي كريستيانو رونالدو، هتلاقي في وسط الملعب واحد من افضل اللاعبين على الاطلاق وافضل صانع العاب وافضل من لمس كرة القدم في الفترة الأخيرة برونو فرنانديز. هتلاقي بينتو على الناحية الشمال، أسماء كبيرة. الظهير الأيسر من ديش واحد من أفضل ظهراء العالم. نعم. كانسيلو ظهير برشلونة. تشكيلة مدججة بالنجوم. هذه نعم. التشكيلة مع مدرب قوي مع توفيق يقدروا ينافسوا. نعم. لكن المشكلة صعوبة البطولة محتاج اللاعب اللي يقدر يصنع الفارق بشكل كبير، زي ما ميسي فعل في 2022 في قطر. كريستيانو رونالدو مطالب يفعل نفس الشيء في 2016. المنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي رغم امتلاكه الدوري هو الأقوى في العالم، رغم كمية المواهب الكبيرة، لكنه بعيد عن المنافسة على اللقب منذ سنوات. بينما كرواتيا ب4 ملايين مواطن، 4 ملايين نسمة، لكن وصل إلى نصف نهائي كأس العالم في روسيا، وإلى نهائي أو في نهائي روسيا ونصف النهائي في قطر. ما السبب في هذا التباين؟ جودة اللاعبين والإدارة الفنية. رقم واحد منتخب إنجلترا لديه مدرب حاليا واحد من أفضل المدربين توماس توخيل، مدرب انضباطي، مدرب اختار تشكيلة قبل بداية المونديال كانت مفاجأة. يعني لما تشوف فيل فودين بره تشكيلة المنتخب ده مفاجأة كبيرة. واحد من أفضل اللاعبين في إنجلترا وأفضل المواهب. في نفس الوقت لديه تشكيلة هي الأفضل حاليا في إنجلترا على مدار السنوات الماضية. لما نقول هاري كين يلعب في المقدمة، مثلث وراه ساكا، جوردن، اسماء كبيره تقدر تصنع فارق. بلينجهام نجم ريال مدريد. نعم. الخط الخلفي كل الخطوط مليئه بالنجوم الكبار. انجلترا هتكون رقم صعب في هذا المونديال وقد تنافس بقوه. انا شخصيا من عشاق المنتخب الانجليزي. نعم. وارشح ان هو يصل لابعد نقطه في البطوله بسبب القياده الفنيه رقم واحد وجوده خط الهجوم. إذا أصبحت الآن اثنين من عشاق المنتخب الإنجليزي في الاستوديو، أنت ومنتج البرنامج محمد الغول. طيب ابقوا معنا أعزائي لنستمع سويا إلى